الفرق بين الطعمية المنفوشة اللي ريحتها حلوة اللي تشدك من على أول الشارع، والطعمية طبعا اللي مكتومة الصغيرة اللي حضراتكم عارفينها، في فرق كبير ما بين دي وما بين دي. الشباب اللي زي الفل اللي قدام حضراتكم دول بيعملوها بكذا قطعية الدوائر والصوابع والكور. قال لي السر الأول مرة إن الطعمية تطلع مكتومة بيعملوها مكتومة ليه، وليه إحنا بنطلعها هنا منفوشة تطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. شايفين خضرة من جوه زي يعني مخدومة كويس. يا ترى بيعملوا الحاجات دي ازاي، وايه هو السر اللي قالوا ان بعض الناس بتعمل الطعمية بتاعتهم مكتومة وصغيرة؟ تعالوا مع بعض نتعرف مع الشباب الحلو ده كده، ونبدأ الحكاية بذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله بصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طبق الفول طبعا هو عيش الناس. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين. النهارده بقى ايه؟ هناكل اكله كده ولا كاننا قاعدين في مصر، يعني كاننا قاعدين كده في مطعم فول وطعميه واكل شعبي كده والاكل المصري وحشنا قد ايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونعمل اكلات حلوه ايه، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا بينا نشوف. اول حاجه هنعمل كبده تكون حراقه كده. النهارده هيكون كله سبايسي كده وحاجه حلوه. يلا بينا نسمي الله وحل على البوتاجاز ومعلقتين زيت ونسيبه يسخن، وبعد كده ننزل عليه بالكبده. وسيبي الكبده اوعي تروح عليها غير لما تاخد الصدمه. في الوقت ده بقى قطعت بصلايه كبيره كده واربع فصوص من التوم قطعتهم شرايح. وعلشان تكون سبايسي معايا قرن شطه، وما شاء الله بقى بتخلي طعم الكبده في حته تانية. لو عندك اطفال استغني عن الشطه. وهنا نص قرن فلفل الوان. وهنا البصل مقطعاه مكعبات زي الكبدة بالظبط، يعني لو الكبدة جوليان تتقطع البصل جوليان. نزلت بملح، كزبرة، كمون، فلفل اسود. ونقلب بقى. خلاص اللون بتاع الكبدة كده بدأ يظهر معانا ان هو اللون بتاعه اتغير. نشوح الكبدة بتاعتنا كده يا سيدي بقى على الروايح اللي طالعة. بعد كده هننزل معايا بالبصل. اول اللون الكبده ما بتغير معاك وتاخد الصدمه، وتكون على نار عاليه علشان ما تنزلش معاكي دم، تكون على نار عاليه. بعد كده بقى بنحط البصل على نار متوسطه لمده 10 دقايق. بعد 10 دقايق كانت كده البصله بتاعتنا دبلت وبقت حلوه كده والكبده استوت. بننزل بقى بايه؟ بالفلفل مع الشطه يا سيدي، واديله 5 دقايق بالظبط عايزين نحافظ على اللون الاخضر بتاع الفلفل. نيجي بقى هنا على الطعمية. نص كيلو فول مدشوش يا سيدي بقى. عشان تعرفي حباية الفول مظبوطة معاكي واتنجعت صح اكسريها. اتكسرت معاكي بسهولة يبقى كده تمام. أنا هنا نجحته 4 ساعات بالظبط، وده كانت مظبوط وقوامه كان مظبوط معايا. وهتشوف الطعمية حلو. حطي على النص كيلو فول 4 فصوص توم، نص ربطة بقدونس الورق فقط لا غير. حطي بقى بصل اخضر عندك وكمان كرات. وده شكل الكرات عشان لو انت في اي دولة اوروبية تعرفي تشتريه. وهنا البصل الاخضر. البصل الاخضر عندك اختياري. هنا بقى انا حطيت الورق فقط لا غير بتاع البقدونس. اما هنا هنستخدم بصلة وكمان الورق بتاع بصلة كمان. البصلية كاملة كده هنحطها بالراس بتاعتها وكل حاجة. وهنا هنحط الكرات بتاعنا، هناخد العيدان بتاعته فقط لا غير. بلاش ناخد الراس علشان مش لطيفة، يعني أهم حاجة هو الورق الكرات. هنا الكرات بتاع إيطاليا بيكون ماسك أوي، يعني العيدان بتاعته تخينة مش طري وماسك شوية غير بتاع مصر. فالخضرة مع البصل هيدينا حلو. تعالوا بقى ونديكوا السر بتاع طعمية المطاعم. رغيف عيش فينو يا سيدي بقى، أو عيش طابونة بالليه. لو عيش فينو شيل الوش منه، يعني بالليه وشيل الوش، خدي بس الفينو من جوه. طب وفي حد بيحط عيش على عجينة الطعمية؟ أيوة. الخميرة اللي في العجينة بتكون بتساعد كده على الخمر والنفشان بتاعة الطعمية. دايما نروح نشتري طعمية من المطاعم تلاقي الطعمية منفوشة وحلوة. هو السر من رغيف العيش اللي بيحطوه، سواء بلدي أو فينو بالليه وحطيه. هنا بقى ده نص كيلو من الفول. حطيت كل مكوناتنا هنا، ولا ملح ولا توابل لسه، المكونات بس الخضار. هنا بقى معايا نص مج مية، هستخدم حبة حبة وشوية شوية كده. اوعي تحطيه في خلاط مرة واحدة كله، لا ده هاند بلندر. وبستخدم الخضار الأول واحدة واحدة، بعد كده باخد كام حباية كده بالجانب لحد لما نخلص كل الكمية يا سيدي بقى.
إحنا بنشتري بقى طعمية الراجل بيفضل يعمل التَّكّة دي فيها هوا كده وخفيفة وما شاء الله قوامها مضبوط. يالّا بقى ناخد حبّة كده نعملهم طعمية، يا سيدي أدي كده 2، 3 طعميات، وهنا جانا باقول لها نحط 5 قالت لأ زوّدي كمان إحنا ما أكلناش طعمية من زمان. والطعمية كانت ولا طعم الكباب، ما شاء الله عليها وعلى ريحتها وكانت حلوة. واللي كان محل الطعمية كمان السمسم، ياه! كانت حلوة أوي. خلاص بقى دي هنحطها في الفريزر، هنركنها كده على جنب، ونحط البلاستيكة التانية اللي إحنا هنستخدمها للغدا. دي بقى من غير أي توابل، هتحطي إيه معاكِ؟ حطي ملح وكزبرة، ده خاص بالتوابل، كزبرة ناعمة. وهنحط لو عندِك كربونات الصوديوم اللي هو بتاع الكرنبيط حُطّي نُص معلقة، ما عندكيش حُطّي معلقة من البيكنج باودر بتاع الكيكة، بيساعدها كده على النفشان مع العيش وتبقى منفوشة وحلوة. شايفين الحجر بتاع الراجل اللي بيعمل الطعمية الدوران دي، إحنا بقى نعمل بإيدينا كده على الخفيف علشان أدخّل فيها الهوا كده وتكون حلوة. يا سيدي بقى والله ريحة العجينة كانت طالعة كده كأنِّك واقفة في مطعم بتاع طعمية أنا هنا عايزة أوصّل لكم إن فيها صوت وكده، بس كان في أصوات كتير حواليّا من الأولاد، فقُلت أكتم الصوت وأسجّل لكم علشان خاطر إيه، ما تندوشوش، ويالّا بينا نروح نشوف هنعمل إيه تاني. هنا بقى الطاسة على النار، أهم حاجة في الطعمية تكون زيت كتير، تمام. لو أنت عندك الزيت قليل حُط في حلة، أنا هنا قُلت أستخدم الزيت الأول أجلي طبق بطاطس كده بما إننا إحنا كلنا إيه، مشتاقين الأكل الشعبي المصري الحلو كده بتاع اللمة اللي بيستخدم في الفطار، في الغدا، وقُلنا كمان نعمل طبق فول وادّي له بقى، ده فول مُعلّب، أنا شطفت الفول وحطيته في الطاسة، وبعد كده حطيت ربع كوباية مَيّة، وبعد كده هننزل بالكمون والشطة والملح فقط لا غير، وهنزوّد كمان معلقة زيت ونسيبه كده على البوتاجاز يغلي كده غلوة، وبعد كده نضربه بالخلاط كده أو الهاند بلندر، ونزوّد بقى معلقة السمنة دي في آخر تَكّة، وأنا رايحة أنزّله، وادّي له بقى ما شاء الله الفول كان طعمه حلو، كل الأكل الصراحة كان طعمه حلو، يعني إحنا كمان اشتقنا للأكل المصري والحاجات الحلوة بتاعة مصر والمطاعم، قد إيه الأكلة دي بتكون مميزة وبتذكّرنا باللمة والعيلة، ربنا يا رب يرجّع كل واحد مغترب لبلده، ويجمّع كل أسرة متفككة يا رب العالمين. هنا بقى حطيت معلقة طحينة، وادّي له قِد بقى على الفول، وجمال الفول لمّا بتحطّي له طحينة. لمّا تيجي تحطّي طحينة أنتِ بتبقي مضبّطة لها ملح، حاولي إنِّك تخفّفي الملح وأنتِ بتحطّيه قبل ما تحطّي الطحينة، فاهمين؟ أكيد أنتم فاهمين. هنا بقى البطاطس كانت استوت ما شاء الله، الزيت بقى كان غزير فخلّت البطاطس إيه، تستوي كلّها مرّة واحدة. قاعدين بقى وسرحانين وهتطوش اللايك لحد دلوقتي، يالّا حطّوا لنا اللايك وننزل بقى كده بأول طعميّاية، يا سيدي على الطعمية وجمالها، والطشّة بتاعة الطعمية، حطّوا اللايك للطعمية. ما شاء الله اللهم بارك، طعمية من أصلها يعني عشان تعرفي الطعمية مضبوطة والّا لأ، إن هي لو حطيتيها في الزيت وما فكِّتش، لو فكِّت معاكِ اعرفي إن هي مش مضبوطة معاكِ. كل اللي استخدمته في نُص الكيلو الفول هو نُص كوباية مَيّة، واستخدمتها يعني تدريجيًا مش كلّها مرّة واحدة. لو أنتِ بقى عندِك كَبّة هتحطّي شوية بشوية كده، ولو عندِك خلاط عادي هتحطّي شوية فول والخضار، بعد كده هتصفّي المَيّة منها وترجعي تزوّدي المَيّة اللي صفّيتيها لبقية المكونات اللي هو فرم الفول الباقي، علشان ده هاند بليندر وخفيف معايا، فمساعدني الحمد لله إن هو يعني باعمل بيه واحدة واحدة كده ما باضغطش عليه، يعني لو واحدة عندها هاند بليندر ما تضغطيش عليه، واحدة واحدة. هنا بقى أنا بانغُز الطعمية كده لإنها منفوشة ما شاء الله خالص، فحبيت إن أنا أنغِزها بسكينة بحيث إن إيه، الزيت يوصل لبطن الطعمية كده وتكون مستوية من برّه ومن جوّه. يا سيدي بقى على الشكل بتاعها. وهنا بقى كان في طابور واقف عايزين طعمية واللي عايزين طعمية يدوقوها، يعني أكلنا نُصّها قبل ما نقعد ناكل أصلًا على الأكلة بتاعتنا، يا سيدي بقى. والروايح بتاعتها وهي لسه معمولة فريش فمميزة جدًا. أنا هنا كنت باخربش لكم كانت بتخربش كده وتعمل خروشة وبُص يعني عايشين يوم المطاعم وكده. هنا بقى جانا طلبت مننا نعمل إيه، اللي هي الطعمية الصغيرة الفلافل وكده، قُلت لهم: "ما فيش مشكلة، مش هارمينكم من أي حاجة، هنعمل الطعمية الصغيرة كمان." وهي عملت كمان بنفسها واحدة
يا سيدي بقى على الطعمية كده والإحساس وأنت بتشتري في مصر كده، حسيناه في اليوم ده. يلا بقى هاتي نص كيلو فول لو أنت في مصر أو في أي دولة أوروبية، واعملي كده طعمية وخزني كمان في الفريزر، ولو عايزة تعملي كمان للسحور بتاع رمضان يلا شملي لك كده وهاتي الفول بتاعك واعملي. هنا بقى حبيت إيه إن أنا أتذوق كده يا سيدي بقى على الطعمية، أقسم بالله طعمها تحفة. هنا بقى ما حرمتهمش من حاجة، حطيت في القرطاس وفي الطبق والطعم كان فظيع ما شاء الله. تسلم هنا ايدك يا ماما. حبيب قلبي يا محمد. وهنا كمان عجينة الطعمية ولازم تفرديها كده علشان خاطر لو انت مستعجلة عايزة تعمليها عندك ضيوف. يلا بقى ندوق بقى كده، واللي حواليا هنا ايه هينعبطوا عشان اقفل الكاميرا. أخدت طعمية وكمان بصل أخضر وفول اديله يدي، كان طعمه حكاية ما شاء الله. والكبدة وكل حاجة كده، الأكل اللي كنا مشتاقين له في مصر. شايفين الطعمية ما شاء الله منفوشة وقوامها مظبوط وخضرة من جوه، والسمسم ده مخلي طعمها في حتة تانية، وشوية فول كده بالطحينة ما أقولكوش وكده. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. أسيبكم في رعاية